يا صباح الهنا عليكم يا احلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده فيديو جديد وان شاء الله فيديو يعجبكم، روتينات برضو اللي دايما بتحبوها. اول مره اعمل معاكم روتين في الغرفه دي، بس يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بتمنى طبعا من كل اخواتي اللي بيخشوا لاول مره ما تنسوش تعملوا متابعه للقناه، وكمان تدوسوا على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. وكل اخواتي وكل حبايبي اللي موجودين معايا بتشرفوني وبتنوروني وعلى راسي من فوق. بشكر اي حد بيكتب لي كلمه حلوه بتديني طاقه ايجابيه. شكرا ليكم يا احلى اخوات. تعالوا كده زي ما انتم شفتوا في الاول الفيديو كده، عملنا اي حاجه نشربها سخنه، لان انتوا شايفين صوتي، يعني انا عندي دور برد، ربنا يعني ايه اللي اعلم بيه، بس الحمد لله على كل حال. بس عشان انتوا دايما وحشتوني، ما نزلتش معاكم فيديو بقالي يومين وكده، فحاسه ان انا لا لازما كده ايه اطلع معاكم، لازما ايه اسلم عليكم كده واشوفكم، بتوحشوني بجد. عايزه اقول لكم يعني الحمد لله الواحد فعلا، يعني الصحه دي نعمه كبيره قوي. انا شويه برد هلكوني، عملت الغرفه دي بس كان عندي شويه غسيل طبقتهم. دور غسيل نشرته، الغرفة دي كان زوجي نايم فيها وكده، وده كان يوم الخميس. كنت زي ما بقول لكم بحب ان انا اظبط الدنيا كده واحب يومي حلو. فطبعا زوجي كان جاي من الشغل الصبح، فنام بقى وكده طول النهار، فده بالليل يعني ايه بعد ما خلصت كل الشقة وكده. فقلت لا بقى ايه دي مش هقدر انام فيها ولا ارتاح حتى غير لما اظبط كل اللي انا عايزة اعمله فيها. بصوا كده كان عندي غسيل طبقته، هاخد بس الغسيل بتاع زوجي وكده مكان ما هو كان لابسه حاجات كده هغسلها، احط دور يعني تاني وانا غاسله طبعا غسيل. وطبقت بقى الهدوم دي وهشيلها مكاني. فعايزه اقول لكم الغرفه دي يعني الشقه كوم ودي كوم تاني خالص، من كتر التعب والهلك اللي انا كنت فيه ما كنتش قادره بجد. فكنت حاسه ان انا مثلا ببني عماره، فاهمني؟ فيلا مش مهم. هنشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه مسكت الغسيل اللي انا كنت جايباه كده، مسكته طبقته ودخلته في قلب الدولاب. وهبدا بقى استعين في حاجات بتاعتي هنا دي، يعني ميك اب وحاجات كده، هبدا ان انا اشيلهم. ما بحبش احط حاجه على التسريحه خالص، لان الولاد وكده بيفضلوا يلعبوا بالحاجات دي. فانا ما بحبش، يعني ولادي صغيرين برضو يعني ما يقدروش يفهموا ان ده غلط ومش عارفه ايه وكده، بس يعني مش بحب احط. المهم شلت الحاجه اللي انا هشيلها وكده، وهبدأ بقى اشوف هعمل ايه. بس ما ننساش بقى تكتبوا لي كلمة حلوة منكم، وكمان اسمعوا بقى الفيديو. اسيبكم شوية عشان فعلا مش قادرة اتكلم خالص، الحمد لله. بصوا يا جماعة، شايفين احنا بالليل اهو زي ما انا قلت لكم يعني ايه. ما قدرتش ان انا بقى يعني كل المكان نضيف، فما رضيتش ان انا اسيب الشقه الغرفه دي وكده ما فيش اصلا حاجه. بس انا دايما بحب ان انا اعمل روتين يوم الخميس زي ما انتوا عارفين. فطبعا بقى قلت لا لما هو نزل وكده، فقلت لا اخلصها بقى بالمره عشان ابدا ان انا ايه اقعد فيها وانا رايقه كده. بصوا هتلاقوني هلكانه هلك وتعبانه تعب، يعني الحمد لله. هو برد اليومين دول يومين صعبين قوي، خلي بالكم من نفسكم. والله العظيم انا بكلمكم دلوقتي حاليا، يعني عشان الحلفان لسه قافله المروحه حالا. شويه ساقعه وشويه حر، وشويه نتغطى وشويه نشيل البطانيه خالص، مع اني طلعت البطاطين وكل حاجه، بس انا مش عارفه في ايه، الحمد لله. وامبارح ما كان مثلا كان لبسي فيه ميه وبتاع، وكان بالليل ورحت طالعه البلكونه، ايه البلكونه بقى كان ساقعه بقى، اللي هو بره حاجه وجوه البيت حاجه تانية خالص. فبفتح البلكونه زي ما يكون كده خدت شويه هوا، هم دول قفلوا معايا قفله يعني فظيعه. وانا بخاف جدا اخد علاج للبرد او اخد حقن للبرد او الكلام ده، فادعوا لي بقى كده دعوه حلوه ربنا يشفيني من عنده. حبيبي يا رسول الله. هغير بقى الفرش بتاعي واحط فرش نضيف وكده وهظبط الدنيا. هي كلها تنفيضات. بصوا يا جماعه شكلي هلكان، مش قادره، مش قادره اخد نفسي حرفيا، مش قادره مجهود. بصوا شايفين فوق العادي دموع بتنزل لوحدها كده، مش فاهمه ليه من البرد. بس يلا ربنا موجود بقى، يلا قلت اما اقوم بقى واستعين عشان القعده. بصوا مش قادره مش قادره فعلا، الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا خير والله، واحنا راضيين بيه الحمد لله رب العالمين. جبت بقى كده مفرش نضيف هحطه بقى وكده واظبط الدنيا بقى.
ماشية بتحرك بجلوكوز. الحمد لله على كل حال. الصداع عامل عمايله يعني، فاهمني؟ ادعوا لي بقى يا جماعة، انا نفسي هقول لكم، بس يخلي نفسي دي كمان شوية. والله جنة بصراحة لما شافتني كده وبتاع قالت لي يا ماما طب اقعدي انتي وانا اكمل. بس بص برضو هما مهما يعني مهما يكون هما اطفال برضو مش هيعملوا زي ما احنا بنعمل. بس عايزة اقول لكم ان جنة والله بتعمل زي بالظبط، بس انا ما عنديش اقتناع بده. فاهمين اللي هو لا، انا اللي بعمل يبقى انا هكمل بقى زي ما انا بدأت. هما الصبح اصلا كانوا في دروس وكده فما كانوش موجودين معايا. فقلت لها لا انا هكمل وشوفي انتي بتعملي ايه وكده. هي خدت بصراحة دور غسيل كده نشرته. عمال ما انا حطيت الدور التاني دوت. والغسيل عندي ده مشكلة فظيعة، انا وهو في بينا طار ما بيفضش. هو خلاص يعني حاجة في حياتي ما بتفضش يعني. يعني دايما ايه اسيب مثلا ساعات لما ببقى نفسي قوي اشوف الثبت بتاع الغسيل يعني وكده فاضي، اشغل مثلا الغسالة النص عشان اخدهم كلهم مع بعض. يعني مجرد ما بلمحه كده فاضي بيجيلي راحة نفسية رهيبة. ما بكملش. يعني مثلا انا سايباه امبارح فاضي خالص، قمنا الجمعة بقى الصبح الولاد طبعا اتشطفوا ومش عارفة ايه ولبسوا. مش عارفة اقول لكم ايه على الغسيل جالي منين مش عارفة. وكنا بنتغطى بدفايات اللي هي المفارق، الدفايات اللي بنفرشها على السرير كانت خفيفة يعني. فكنا ايه بنتغطى بيها. خلاص طلعت لهم البطاطين. قلت عشان الأوضة بتاعتهم فيها بلكونة برضو ساعات بتبقى ساعة بالليل. ورحت واخدة الدفايات برضو غسلاها كلها يعني ايه مش مخليها حاجة الحمد لله. البطانية بحب احطها كده، وعايزة اقول لكم ان انا طلعتها ويعني يا ريتني ما طلعتها يعني بتترمي على الارض. يلا شوية بقى تلميعات بسيطة كده هاخد بس انا كده حاجة سخنة عشان اقدر اتكلم معاكم واكمل معاكم الفيديو. وسامحوني لو دمي تقيل النهاردة. وبعتذر جدا 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 على صوتي، يا رب ما يكونش هعمل لكم اي ازعاج وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. واتمنى اللي يوصل لحد هنا يا حبايب قلبي. ما تنسوش تعملوا لي لايك بقى وتكتبوا لي كلمة كده حلوة منكم، واسمعوا الفيديو للاخر ان شاء الله يشجعكم. زي دايما ما انا بقول ان فيديوهات الروتين احنا بنقوي بعض وبنشجع بعض مش اكتر. هلف بقى السجادة كده وباخدها بره على السور يا جماعة كده بتاع البلكونة، او ساعات باخدهم على السطح وابدأ بقى ادي تنفيضة بقى من اللي قلبكم يحبها. وبحب اسيبهم يشمسوا شوية. بس بما اني كان ليل وكده حطيتها بصراحة في البلكونة ونفضتها يعني. هي ما كانش فيها حاجة والله، والغرفة زي ما انتم شايفين نضيفة كده وما فيهاش اي حاجة، بس هو بقى يعني خلاص انا خدت على كده. مفيش احلى واجمل من نظافه، راحه نفسيه رهيبه. وعايزه اقول لكم اليومين دول بعمل روتينات تحت عند حماتي، بس مش بصور يعني يعني بعمل لها ايه روتين الشتاء وكده. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. خلاص كنست الارض، وزي ما انا دايما بقول لكم خلوا التلميعات دي اخر حاجه. عشان طبعا مش بعد ما نلمع الترابه اللي على الارض تيجي على الحاجه فيبقى ما عملناش اي حاجه. حلو الكوبليت ده يا صح حاجه واي حلو سامحوني النهارده، انا النهارده مش عارفه انا بقول لكم ايه. بس يلا سامحوني. زوجي بقى بيقول لي ايه يعني، هو في ايه لو كنت طبقتي مثلا الغسيل واكتفيتي بكده مادام انتي مرهقه كده او تعبانه؟ لا احنا ما عندناش الكلام ده. احنا كستات مصريين لازم نعمل اللي علينا ونقضي واجبنا كده تالت ومتلت. خلي بالكوا انا لو كنت مثلا فكرت ان انا ارتاح بقى في اليوم ده وانام وكده وما كنتش هعرف ارتاح حرفيا نفسيا، ما كنتش هعرف ارتاح. لو ممكن اريح جسمي كده شويه بس مش قادره ان انا ارتاح. وشايفه مثلا انا حاسه ان انا ايه، حتى يا جماعه والله لو الشقه نظيفه بس انا حاسه ان النهارده انا بعمل حاجه. فاليوم ده بعمل فيه كذا حاجه. ما عملتش الحاجه دي احس ان يوم غريب، ما احسش بتاني يوم ان جمعه وكده. بصوا مش قادره. اقسم بالله بجد بقول لها انا فصلت مش قادره بجد. يلا الحمد لله.
خلصت كده، الموضوع سهل وبسيط خالص ومفيش اي حاجه بصراحه. بقى اسيب جنة هي اللي تمسح، وابدا ان انا احط الفرش معاكم زي ما كان كده، وادي بقى ايه بقى الروقان ده. بصراحه انا لو كده عايزه ارتاح، انا هرتاح من شكل الاوضه ان هي رايقه ومنظمه ومفيش اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون دايما ضيفه خفيفه على قلوبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد.